الخاص بوزاره الشباب والرياضه يمنع العضويه غير العامله او العضويه الرياضيه يمنعها من الترشح؟ طبعا انت لازم عشان انت تكون ضمن المرشحين سواء عضويه او رئاسه او اي منصب داخل النادي، لازم تكون عضو عامل. عضو عامل لو انت رياضي بتتحول بعد 10 سنين. طيب ما الذي يمنع الكابتن حسين لبيب انه يحول نفسه لعضويه عامله قبل الانتخابات؟ انا ما عنديش اجابه. لا انا بسال بس عايز افهم يعني ايه اللي يضرني يعني انا كواحد عضويه رياضيه عادي جدا. ايه المشكله؟ اروح اغيرها لعضويه عامله وادفع المصاريف بالظبط. وبعدين دي حاجه ده بسيطه، ده رسوم اداريه او دمغات حاجات يعني أيوة. يقدر يعملها قبل الانتخابات صح كده؟ يقدر. بس هم بيقولوا ما هيقدر يعملها بس دي هتبقى فيها شبهه عدم القانونيه. في ايه بالظبط؟ ما انا خلاص بقيت عضو عام. ايوه انت قدمت ورقك على الترشيح. دي كان عارف قبل الانتخابات مثلا، ده الكلام اللي هو بيتقال يعني، ده ضمن من الحاجات اللي اتقدمت واللي احنا شفناها في النادي. طيب في حاجات تانية في بعض الناس اتكلموا قالوا ان الناس كلها لازم تلتفت لقائمه فاروق جعفر. ليه؟ هو فاروق جعفر، كابتن فاروق جعفر قال حاجه تصريح جوه النادي يمكن مش عارف حد يعرفه ولا لا. قال انا في حاله فوزي انا هقسط العقوبه بتاعه الكهرباء دي نمره واحد، دي هعملها. تاني حاجه هروح زياره للكابتن الخطيب في النادي الاهلي وهجيب الخطيب نادي الزمالك. كل اللي حصل قبل كده مش هيحصل تاني، وهيبقى الاهلي والزمالك. هنعمل سقف للاعبين، ما ينفعش ياسر نقول له ب 40 مليون ويجي محمد يقول له ب 90 مليون. لا، هيبقى في سقف للعيبه بحيث اللعيبه بتضحك على الادارات الانديه. ما انت عارف بيبقى خبر بحاجه يقول لك اللعيب ده ب 40 مليون، اللعيب ده ب 50 مليون، بيلعبوا بادارات الانديه وبيدفعوا فلوس كتير جدا. فقال لك هنعمل سقف للعيبه، هيبقى في تعاون كوبريشن بين نادي الزمالك الاداره ونادي الاهلي. ده انت كده حضرتك بتقول لي البرنامج بتاعك. ما هو انا بقول لك هو ده. طيب ففي ناس راحت كده، وافقت على البرنامج ده. كابتن حسين لبيب بيقول لا احنا لازم نبدا فورا في فرع الجديد بتاع 6 اكتوبر. ده لا يصح طبعا لا يصح ان نادي زي الزمالك ملوش فروع اخرى. ازاي؟ ده انت الاهلي وزمالك، الزمالك عنده 6 فروع. ازاي انت زمالك ليك فرع واحد وجاي بتتكلم وتقول النادي الزمالك؟ لا.